معاك غلطة صغيرة يعني بسيطة خالص، وتلاقي دماغك بتقولك خلاص الشغل راح، مستقبلك ضاع. أو مثلا رسالة بعتها والرد اتأخر شوية، فالقلب يقول أكيد زعلان مني، أكيد بيبعد. بالظبط. أو كلمة عادية اتقالت والعقل يترجمها فوراً، دول بيكرهوني، محدش طايقني. هو ده بقى محور كلامنا النهاردة. خلينا نفكك الموضوع ده شوية. ده اللي المصادر اللي معانا بتسميه تفكير التهويل. مم. التفكير اللي بيعمل من الحبة قبة زي ما بنقول، يحول أي موقف مهما كان عادي لكارثة محتملة. ويخلي الواحد دايما على أعصابه كأنه في حالة طوارئ مستمرة. دي محطتنا الجديدة في السلسلة بتاعتنا، رحلة في عقولنا. تمام. وهدفنا هنا بالاستناد للمصادر اللي معانا إننا نفهم أكتر نمط التفكير ده، يعني نشوف بيظهر إزاي. جذوره إيه؟ وخطورته إيه علينا، والأهم بقى نتعامل معاه إزاي من منظور نفسي وديني متكامل زي ما المصادر وضحت. والأمثلة اللي المصادر ذكرتها من واقعنا المصري بصراحة واضحة جدا وبتلمسنا كلنا. زي إيه مثلا؟ يعني تلاقي الأم ابنها سخن شوية خلاص دماغها تروح لأبعد حتة، ده أكيد مرض خطير، ربنا يستر. فعلا. أو شاب مثلا ساب شغلانة. أيوة، يحس على طول إن هو فشل وإن مستقبله انتهى. الشعور ده قاسي قوي. جدا. والمثال الثالث بتاع الخلاف البسيط مع صديق. ده بيحصل كتير، الواحد يلاقي نفسه بيقول خلاص كده كل الناس هتبعد عني، محدش هيطيقني. وهي دي المبالغات اللي بنتكلم عنها، منتشرة بشكل يعني ملحوظ. طب إيه الأعراض التانية اللي ممكن تيجي مع التفكير ده؟ المصادر قالت حاجة عن ده؟ طبعا. المصادر حللت ده كويس وقالت إن في أعراض مصاحبة واضحة. بنتكلم عن توتر شبه دايم، قلق مستمر؟ قلق وخوف مستمر من اللي جاي، من المستقبل، وتلاقي الأفكار السلبية المتشائمة هي اللي مسيطرة على طول. وردود الأفعال؟ ردود أفعال ممكن تبان للناس اللي حوالينا إنها مبالغ فيها جدا، يعني على موقف صغير تلاقي رد فعل كبير قوي. والمصادر كمان بتشير لنقطة مهمة، إن الموضوع ده أحياناً ممكن يتطور ويتصاعد لحالات أصعب. زي إيه؟ زي نوبات الهلع اللي هي الفزع الشديد والمفاجئ ده، أو إنه يغذي تفكير وسواسي زي الوسواس القهري مثلاً. ياه. التركيز المستمر ده على أسوأ سيناريو ممكن، ده بيستنزف الجهاز العصبي جدا بصراحة. ودي بقى النقطة اللي حسيت إنها جوهرية في المصادر، خطورة إن الواحد يسيب نفسه للتفكير ده. تمام. هو مش مجرد قلق وخلاص، ده بيسرق راحة البال زي ما المصادر وصفتها بالظبط. فعلا بيسرقها. بيضخم المشاكل في خيالنا لدرجة إنها بتتبان جبل وهي ممكن تكون مجرد حبة رمل. وفي المقابل بيخلي الواحد يحس إنه قليل قوي وقدرته على التعامل مع المشكلة دي صفر. صح، وده بيوصل لحالة تردد رهيبة، الواحد يبقى مش عارف ياخد قرار، خايف يتحرك. أيوة، والشعور بالضيق والهم من حاجات بسيطة، والناس اللي حواليه مش فاهمين هو ماله وليه متضايق كده. الحمد لله إن المصادر مش بس بتشخص، دي بتقدم حلول كمان. أكيد. وده الجانب الإيجابي والمهم. المصادر بتقدم مسارات واضحة للتعامل، وبتمزج بين الأدوات المعرفية النفسية والإطار الروحي كمان. حلو قوي المزج ده. نبدأ بإيه؟ النفسي؟ نبدأ بالجانب النفسي أو المعرفي. الخطوة الأولى اللي المصادر بتركز عليها هي مواجهة الفكرة. مواجهة الفكرة؟ إزاي يعني؟ يعني الواحد يسأل نفسه بصراحة وبشكل مباشر، هل في أي دليل حقيقي، دليل ملموس، إن الكارثة اللي أنا متخيلها دي هتحصل فعلا؟ يعني أفصل بين خيالي وبين الواقع. بالظبط. ولا دي مجرد سيناريوهات أنا برسمها في دماغي؟ التمييز ده بين الاحتمال والخيال وبين الواقع الملموس ده أساسي جدا. المصادر كمان ذكرت تمرين عقلي عملي كده، تمرين مهم جدا، بتاع ما هو أسوأ سيناريو. لما تيجي الفكرة الكارثية دي، بدل ما الواحد يستسلم لها يسأل نفسه، طيب فرضاً الأسوأ ده حصل فعلاً، إيه هو؟ تمام، وإزاي ممكن نتعامل معاه ساعتها؟ بس هنا بقى عندي سؤال من اللي قريته في المصادر، يعني ليه التفكير في الأسوأ ده ممكن يهدي العقل؟ مش المفروض يقلق أكتر؟ سؤال وجيه جدا. الفكرة هنا زي ما التحليلات في المصادر بتشير إن العقل البشري بيخاف جدا من المجهول ومن إحساس فقدان السيطرة. منطقي. فلما الواحد بيحط خطة، حتى لو خطة نظرية، للتعامل مع أسوأ احتمال، العقل بيحس بنوع من الاستعداد والجاهزية. يعني ما بيبقاش حاسس إنه عاجز؟ بالظبط. الإحساس بالعجز بيقل جدا، وبالتالي حدة القلق بتقل.
العقل بيطمن لما بيلاقي مسار أو حلول محتملة. فهمت. ده غير بقى البعد التاني اللي المصادر أبرزته بقوة. البعد الروحي، وده عامل توازن أساسي ومهم جدا في الثقافة بتاعتنا كمان. فعلا كان له مساحة كبيرة في المصادر. جدا. المصادر بتستشهد بآيات كريمة وأحاديث شريفة عشان ترسيخ الطمأنينة دي. يعني مثلا الآية من سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. سبحان الله. الفكرة المحورية هنا هي الإيمان بأن كل شيء مقدر ومكتوب. الإيمان ده بيساعد بشكل مباشر إنه يكسر حلقة القلق من المستقبل والتفكير بتاع ماذا لو اللي بيغذي التهويل ده. يعني هو آلية لتهدئة العقل عن طريق التسليم لإرادة ربنا. تماما. ومع التسليم ده الأخذ بالأسباب طبعا. وكمان الحديث النبوي الشريف اللي رواه الترمذي واللي يعتبر قاعدة في التعامل مع أقدار الحياة. حديث عظيم فعلا. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. المعنى ده لوحده كفيل يريح القلب ويطمن البال. زي ما المصادر بتقول، بينزع فتيل القلق والخوف من اللي ممكن يحصل. وأخيرا المصادر استشهدت بحكمة جميلة للإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. الله. ودي بتوجهنا إننا نركز طاقتنا ومجهودنا في دايرتنا التأثير المباشر، الحاجات اللي نقدر نغيرها ونسعى فيها، ونسيب اللي خارج عن إرادتنا لتدبير ربنا. بالظبط. ده بيقلص مساحة القلق والتهويل في دماغنا بشكل كبير جدا. بنعمل اللي علينا والباقي على الله. يبقى الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من المصادر دي إن تفكير التهويل ده بيعمل حاجتين عكس بعض تماماً. إيه هما؟ بيكبر حجم المشكلة في دماغنا ويخليها وحش كاسر، وفي نفس الوقت بيصغر إحساسنا بقدرتنا على المواجهة وبيخلينا نحس إننا قليلين قوي قدامها. بالظبط. بيخلق حالة شلل سببها في الأغلب بيكون وهم مش واقع حقيقي. تماماً. والرسالة الأساسية بقى اللي بتجمع بين الرؤية النفسية والروحية في المصادر هي إيه؟ إن الوصول للسكينة والطمأنينة الداخلية دي محتاج مجهود واعي، جهد عشان نخفض صوت التهويل ده جوانا. نقلل الزن بتاع الأفكار دي. أيوة. وفي المقابل نقوي ثقتنا في ربنا ونتوكل عليه، وطبعا مع الأخذ بالأسباب المتاحة. هو ده التوازن. توازن دقيق بين إننا نتعامل بواقعية مع تحديات الحياة اللي بتقابلنا كلنا، وبين إيماننا العميق بالقضاء والقدر وحكمة ربنا. هو ده مفتاح السلام النفسي اللي المصادر بتدلنا عليه. طيب كده رحلتنا مع تفكير التهويل وصلت لمحطة مهمة. المرة الجاية بقى هنكمل وهنغوص في نوع تاني خالص من التفكير. مستعدين؟ نوع ممكن يبان في الأول إنه ذكاء وفهم عميق للأمور وتحليل منطقي. بس هو في حقيقته ممكن يودينا في حتة تانية خالص. بالظبط. ممكن يخلينا نظلم نفسنا ونظلم غيرنا ونلاقي مبررات شكلها حلو لأخطائنا بدل ما نعترف بيها ونصلحها. ده موضوع شيق فعلا. نقاشنا القادم بإذن الله بعنوان تفكير التبرير: لما العقل يزوق الغلط ويخليه منطقي. استنونا.